السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة بيت القرية المصرية. إن شاء الله النهاردة هنعمل الليمون المعصفر، ولكن ليمون سريع. احنا لسه مازلنا في سلسلة التخليلات، بنخلل المخللات بتاعتنا. فعندنا هنا هنعمل الليمون المخلل، ولكن ليمون مخلل سريع. في خلال أسبوعين مثلا أو 10 أيام يكون استوى خالص وزبت كده وتقدر تاكلي منه. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي حلة على النار فيها مية مغلية هننزل بالليمون بتاعنا بعد غسله، هنحطه علشان خاطر نديله غلوة. الليمون ده انا كنت نقعاه قبل كده 3 ايام، كل يوم بغيرله المية مرتين. بفضل بحطه كله كده في المية، وبسمي بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبه لحد لما الليمونة تتفتح، يعني يحصل فيها شج كده في الليمونة. ونجهز البهارات بتاعتنا. انا بحب ابهر المخللات زي ما انتوا عارفين لو كنت شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده بتاعة المخلل. عندي هنا الاول حاف التخليل اللي بحبها ان انا احطها هي الحمص الناشف، علشان يمنع تكون اي رغوة بيضة او مادة ريم ابيض على المخلل. عندي جزر وعندي فلفل شتيتة وعندي ورق لورا وحبهان وجوزة الطيب وعندي عصفر وعندي حبة البركة وكزبرة ناشفة. هنا الليمون بتاعي كان خلاص كده، بدأ يبقى فيه الطج ده اللي من الجنب. لو انتي خدت بالك منه هتلاقي ان في طج حصل كده في الليمونة. هي دي خلاص كده، انا مش عايزة الليمون يستوي اكتر من كده تاني. لحد هنا كويس خالص. ممكن تحط عليه نقطتين خل اثناء التخليل. الثلج دي فترة الثلج ديتي ممكن تحط عليه نقطتين من الخل، ولكن انا مش بفضلها. انا بفضل احط الخل في البرطمان كمادة حافظة لي. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه على جنب شوية لحد لما يبرد، وبعد كده نطلعه من المية. وهبدأ هعمل فيه شج. في الليمونة، كل ليمونة هشج فيها شج كده من فوق، مش يعني على قد ما اقدر. لو عرفت اعمل 2 تمام، معرفتش هعمل شج واحد بس، بحيث ان انا هحط فيه العصفر والحبهان، فيبقى محشي بالعصفر ومحشي بالحبهان. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله وانت بتشتغلي وانت بتعملي اي حاجة في البيت، خلي ذكر الله على لسانك باستمرار. سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوا على النبي، واذكروا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما تذكر الله كده تلاقي الدنيا معاكي خلصت بسرعة، وحاجتك خلصت وبقت سهلة، ويعني مش هتحس بالوقت وانت بتشتغلي. الليمون المعصفر ده الناس كلها بتحبه، ومفيش حد ما بيحبش الليمون عامة. يعني نعمله ونجهز وخلاص. رمضان على الأبواب، تغمض عين تفتح عين تلاقي خلاص كده شهر رمضان هل عليكي. فلازم يكون في المخللات طبق رئيسي أثناء الفطار أو أثناء السحور. ربنا يبلغنا رمضان وإياكم على خير يا رب، غير فاقدين ولا مفقودين. بعد ما اخلص تفتيح الليمون كله كده بالسكينة، هبدأ الحشو. لو عندك كوباية من عصير الليمون هينفع معانا جدا، وهنحطه على المخلل هيدي طعم حلو خالص. لكن لو ما عندكيش خلاص مش مشكلة. الاول بحط شوية جزر مقطعين قطع. مش بحب ابشر الجزر علشان لما اطلع المخلل اطلع معاه جزراية كده زي ما هي صاحية، يعني حتة كده قطعة على بعضيها اقدر تاكليها كده تحس بطعمها. لكن المبشور بحطه جوه في قلب في قلب المخلل بس. انا هنا خلطت العصفر مع حبة البركة مع الجزر. العصفر وحبة البركة والجزر مخلطين مع بعض، هما دول اللي هحطهم في قلب الليمون. الجزر بيحلي الليمون جدا، وبيسحب منه اي حاجة، لو في اي حاجة باقية من المرار بيسحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط ورق لورا، هحط شوية حمص، هحط حبة بركة تاني، كزبرة، فصوص التوم. الملك الأساسي لأي نوع مخلل بعمله هي فصوص التوم. فصوص التوم حلوة جدا، وبتخلي المخلل طعمه جميل جدا وريحته حلوة.
وبيبقى فيه صراع على فصوص التوم دي لما بتستوي في التخليل. كده انا خلصت ومليت البرطمانات بتاعتي، وهعمل محلول الملح. محلول الملح انا مش بحطه بكمية معينة، انا بعمل وبدوج المحلول بتاعي ويعني بمشيها كده بالبركة يعني. مش بحدد كمية معينة للملح، لان عندي هنا في البيت ما بيحبوش المخلل يكون مالح جامد، لازم يكون او كده لازم الملح بتاعه يكون مظبوط. فانا هعمل المحلول الملحي وهحط له سكر، السكر كمادة حافظة للمخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا مليت اول برطمان، نملى البرطمان التاني. لازم تضغط المخلل لتحت علشان ما يطفوش على وش المية ويطلع على وش المية وفي حاجة منه تبوظ. اي نعم احنا هنحط له زيت الزيتون، ولكن لما تضغطيه لتحت يكون افضل. اي نوع زيت عندك بتحطيه على وش المخلل بيعمل مادة عازلة، وبيكتم بيكتم المخلل عن الهواء، بيخلي ما فيش اي هواء يدخل على المخللات بتاعتك، فالمخللات تفضل محفوظة عندك من السنة للسنة ويزيد كمان. يعني لو انت درجة الحرارة عندك مظبوطة او حاطة المخلل مثلا في التلاجة، المخللات بتاعتك تفضل معاكي اكتر من سنة. انا عندي مخللات بستعملها، دخلنا برطمانات مخلل دخلت معايا للسنة التانية دي اهو، لسه مخلصتهاش، يعني عدت عليها السنة وخلصت. وفي يعني برطمانات خلصت وبرطمانات قاعدة لسه ما خلصناهاش ما اكلناهاش. فصين بقى من الحبهان يدوا ريحة حلوة للمخلل بتاعك. ونحط برضو شوية حمص علشان نمنع تكون اي رغوة. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ويحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويبارك لنا ويبارك لكم في كل حاجة بنعملها. ربنا يطرح لنا فيها البركة يا رب بإذن الله. انا عارفاكم يا بنات انتوا كلكم شطار ما شاء الله عليكم، وتعملوا حاجات احسن مني 100 مرة. دلوقتي انا خلاص كده هحط شوية خل على المخلل، معلقتين من كل برطمان. البرطمانات دي بتشيل حوالي 2 كيلو ونص، تمام. فهحط على كل برطمان يدوب معلقتين كده من الخل. وبعد كده هروح اجيب زيت الزيتون او اي نوع زيت اكل عندك تقدر تحط منه على المخللات علشان نعزل عنه الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين مش اكتر، هما هينتشروا على الوش، هيطفوا على الوش المية وهيغلفوا المية من فوق بحيث ان مفيش هواء، اي هواء يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي البرطمانات، ممكن تحطي كيس او تحطي ستريتش راب براحتك، يعني عايزه تحطي كيس حطي، عايزه تحطي ستريتش راب حطي. لو ما حطيتيش وحطيتي الزيت بس واكتفيتي بالخطوه دي برضو مش هيحصل اي ضرر باذن الله، لانك انتي حاطه زيت من فوق مش هيدخل هوا للمخلل. وغطا البرطمان هيقفل كويس. اهم حاجه ان يكون الغطيان بتاعت البرطمانات بتاعتك بتقفل قفل محكم. هنرتب بقى المكان ونشيل الحاجات دي كلها اللي حوالين الدنيا دي عشان نصور لكم تصوير أنيق كده يعني يكون واضح وشكله حلو. بصوا ده كده مخلل الليمون بتاعنا، تعملوا ان شاء الله احسن منه 100 مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.